ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. انا ندى، اخصائيه منصوري. ولو انتي اول مره تشوفيني دوسي لايك واعملي سبسكرايب للشانل. يلا بينا نبدا فيديو جديد. اسفه جدا عليكم اني اتاخرت في الفيديوهات، ولكن جايلكم بسلسله فيديوهات قويه جدا على الجامعه. زي ما انتوا قريتوا في الكابشن ان انا راجعه ب3 برامج فعلا خلوني جبت GPA عالي في الجامعه، وكمان ساعدوني جدا في الوسائل والمشاريع بتوع الجامعة، بحيث ان انا اصلا ما كنتش محتاجة اي حاجة بعدهم. اول برنامج اللي انتوا شايفينه قدامكم ده اللي هو لونه احمر وعليه حرف البي، وهو اسمه بنترست. بنترست ده من اجمل البرامج اللي ممكن تشوفوها. ده بيبقى شكله اول ما بنفتحه. طبعا عشان انا مسجله عليه قبل كده ومنزل لكم فيديو شورتس ان انا ازاي اسجل عليه وان انا ازاي افتحه، وسهل جدا. تدخلي بتلاقي عليه صور كتير جدا وبجوده عاليه 4K فظيعه. تقدري بقى تاخدي استيكرات تطبعيها زي الحياة والقهوة اي استيكر يعدي من قدامك، او اي استيكر بتشوفي جودته عالية وبيبقى شكله حلو قوي بيبقى جاي من على بنترست. طيب انا ازاي استفاد بيه في الجامعة؟ طب انا مثلا كلية تربية طفولة، فهبحث عن ايه او هسرش عن ايه؟ سرش عن انشطة مثلا لرياض اطفال، تلاقي جايب لي بقى حرف الالف، الحروف، الارقام، الكلمات، على حسب ما انا بكتب في السيرش فوق. فبضغط على الصورة وبنزل تحت بلاقيه جايب الحاجات المشابهة ليها او الحاجات اللي انا اقدر استفيد منها شبه. طيب انا في منصوري، اما اجي ابحث عن منصوري هبحث عنه برضو اهو. انا كتبت افكار لوسيلة تعلم الارقام، هستفيد منه ازاي؟ ان انا اقدر بقى انفذ من عليه الوسيلة بالفيديوهات، ان هو بيجيب لي الفيديوهات وازاي بتتعمل. طب انا عايزه احفظها، بحفظها في الملف الشخصي بتاعتي او بعمل ملفات، طبعا كل ده جوه البرنامج. طب انا عايزه احفظها على الموبايل، بنسخ الرابط بتاعها ب3 نقط اللي فوق، وبعد كده بعمل ايه؟ بروح على اي سناب تيوب او اي حاجه، ببدا انزل الفيديو عادي، او اشارك الفيديو ده عندي على الواتساب، بيبقى عندي بقى لاي حد من صحابي، اي حد من الجامعه. طيب الناس اللي في منصوري لما يجوا يسرشوا عن منصوري بالعربي وبالانجليش، ولكن الانجليش هيفيدهم اكتر لان منصوري مشهور بره اكتر. زي ما انا بحثت هنا كده، هنا هتلاقي مكتوب في البحث منصوري كتير. انا مثلا بحثت منصوري اكتيفيتي، هيجيب لي انشطه منصوري، او منصوري براكتيكال لايف هيجيب لي منصوري اللي هو الحياه العمليه والانشطه وازاي انفذها، بحيث ان انا لو فاتتني في محاضره نشاط معين او الدكتور ما عادوش حاجه، ابص الاقيه على بنترست ازاي انفذه، والاطفال من سن كام لسن كام، وبقدر ازور الناس اللي هي عامله الصفحات دي من خلال الصفحه بتاعتهم، بتلاقي مكتوب حفظ او زياره، ببدا اسرش وازورهم. هنا بحثت عن مريم منصوري، هنا جاب لي صور مريم منصوري، هنا جاب لي الفيديوهات التعليميه المرتبطه بمريم منصوري، هنا جاب لي معلومات عن مريم منصوري وصورها. تحيه طبعا كبيره جدا لمريم منصوري، لان هي طبعا اللي مرمطانه في كل ده. هل شرط عشان أنا في كليه تربيه طفوله بس؟ لا، اي كليه بتلاقي عليها اي حاجه. تاني برنامج هو برنامج كاب كات. هنا انا كنت بحاول اظبطه لاني كنت لسه بعمل عليه مشروع. كاب كات من احسن البرامج اللي تقدري تعملي عليها مونتاج للمشاريع بتاعتك، لانه بيطلب منك في الكليه تصوري. فانا هنا عملت ايه؟ هجيب لكم هنا فيديو. هنا بتدخلي بقى بتلاقي ايه؟ نص، صوت، تعديل، تراكب، مؤثرات. هنا الفيديو كده رايح جاي. انا مثلا عايزه اعمل تعديل في الخلفيه، بختار اي خلفيه، ولكن هنا مش بتبقى خلفيه الفيديو كذا، لا، هنا انا برجع الفيديو كده لورا، باجي ابص الاقي دي بقت الخلفيه بتاعته. دي مش بتبان استفادتها دلوقتي على قد مش بتبان بقى غير في المشاريع بتاعه الجامعه. هنا بتبان قوي. هنا اقدر اعمل ضبابيه على الفيديو وبضغط عليها صح، ولكن انا ما عملتش ضبابيه عشان انا كنت عايزاكم تكملوا الفيديو واضح. ببدا انا بقى استخدم اي حاجه تانية فيه. هنا بضغط على اي حاجه باضافه نص، بضيف نص، وهنا تعديلات في النص كتيره جدا، في خطوط، في مؤثرات، في تحريك، في فقاعه. هتعرفوا كل واحده فيهم دلوقتي بتتكلم عن ايه. انا مثلا هكتب اسمي وعباره عن ندى واليزيد. ندى واليزيد ده انا كتبته، انا كبرته عشان تشوفوه، عشان تشوفوا بالظبط الخطوط بتختلف ازاي. هنا انا كنت بحاول ان انا اجيب لكم جميع الخطوط، ولكن ايه، الموبايل كان علق مني، فبدات ان انا ايه، ابحث بالراحه. هنا غيرت لكم اللون بحيث انتوا تشوفوا اللون لما بيتغير. هنا بقى بدخل على النمط بقدر اختار اي حاجه انا عايزاها تغير لي في النص نفسه. طيب المؤثرات كذلك. التحريك بقى اللي هو طريقه الكتابه، هيظهر لي ازاي؟ فجاه ولا من اليمين ولا من الشمال، ولا زي الآلة الكاتبه، ولا مموج زي مثلا النصوص اللي بتبقى تظهر لنا في الفيديوهات دي. معلش انا مسرعه الفيديو، ولكن بحيث ان انتوا تشوفوا بطريقه اسرع وفي نفس الوقت. الفقاعه بقى هي عباره عن خلفيه النص زي ما بنقول. هنا بقى تقدري تختاري اي شكل انت عايزاه، وبعد ما تخلصي بتضغطي علامه صح، بتلاقي على كاب كات اشكال كتيره جدا 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 جدا، وهتلاقي كذا فيديو على اليوتيوب شارح كاب كات وشارح كل حاجه فيه بالتفصيل الممل، بحيث ان انت اصلا ما تبقيش محتاره في حاجه.
هنا في الاخر بيبقى فيه علامه الكاب كات دي، بقدر اشيلها عادي، ده بيسمح لي ان انا اشيلها. وببدا انا امسح الزياده اللي انا عملتها دي، بحيث ان انا اضغط عليها وامسحها. هنا بقدر ارسم، هنا بقدر احط اي ملصق، بضيف صوره من عندي من خلال التراكب، بضيف اضافه تراكب. وبعد ما اسمها تراكب، يعني هو الصوره اللي احنا بنضيفها فوق الفيديو دي اسمها تراكب. وببدا اعمل تعديلاتي في الصوره دي عادي جدا منفصل عن الفيديو. يعني ابدا اقصها، ابدا اشيل منها، ابدا اظبط الفلاتر بتاعتها. يعني انا هنا مثلا كنت بقصها، ابدا اعمل اي حاجه بحيث ان انا هظبط في الاخر الصوره دي واحطها على الفيديو. وبختار المقاسات بتاعتها بقى، سواء عايزاها يوتيوب، تيك توك، مقاس طويل قصير. وانا في الاخر ببدا احمل بقى، ولكن احمل بس انا نهيت التعديل او التحميل ليه؟ عشان خاطر اوريكم ان هنا اقدر اتحكم في الجوده 720 1080 كذلك جوده اعلى فاعلى، ولكن كل ما بتعلي الجوده كل ما النت بيستهلك اكتر. وبعد كده بحمله، وطبعا بيحمل بسرعه جدا. وهنا بيبقى نزل لي عادي، واقدر اشاركه بقى في اي حاجه عندي انا عاوزاها. تالت برنامج واهم برنامج وهو كام سكانر. كام سكانر بالنسبه لي برنامج بتاع مستندات حلو جدا، حتى لو لاحظتوا هتلاقيني انا عامله عليه المستندات. هبدا اعمل ايه؟ هبدا ادخل صوره عادي من رمز الكاميرا اللي تحت، هضغط على الصوره اللي جنبها، ابدا احمل من عندي. هضغط على الصوره اللي جنبها دي، هبدا احمل صوره من عندي انا من على الموبايل، انا مش محتاجه اصور. فانا هحمل ايه؟ صوره شهاده عاديه جدا، زي اللي بناخدها في الجامعه، بناخدها في كورس، اي حاجه. هبدا انا اعمل ايه؟ هظبط الابعاد بتاعتها من خلال النقط اللي عندي دي، ده يدوي من خلال الموبايل، مفيش فيه اي مشكله. وبعد كده هضغط عليه التالي. تاني بيقول لي جاري تحسين الصوره. باجي بعدها بقى الاقي فلاتر. الفلاتر دي وظيفتها ايه؟ ان هي بتظبط لي جوده الصوره كأن انا طبعاها او مصوراها على الموبايل بالظبط، فبالتالي بتزود لي من الريزوليوشن بتاعها، وبتفتحها وبتخليها جودتها عاليه، بحيث ان لو فيها اختام او علامه مائيه تبان. كده انا خلصتها، مش محتاجه اي حاجه تاني. كده لو انا حولتها البي دي اف، في مشكله الكاميرا سكانر ان هو في حاجات بتبقى لازم تبقى مدفوعه، وفي حاجات كتير مجانيه. انا هستخدم المجاني. هبدا اعمل ايه؟ هخرج وهضغط على الصوره عيني، هيجيلي تحت حفظ للمعرض، هتك حفظ المعرض كده، يبقى هي نزلت المعرض عندي. 3 برامج دول فرقوا معايا جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.